واتساب عليكم يا توبات، واهلا بكم في قناتي واهلا بكم في حلقه جديده. لو تسمحوا لي اتكلم معاكم في موضوع يمكن مختلف شويه عن المحتوى اللي بقدمه. انا في وجهه نظري مش مختلف قوي، لان انا ده يعتبر جزء من النصايح او التوعيه اللي انا بقدمها. بس ده شق انا ما اتكلمتش فيه قبل كده، والسبب ان انا بتكلم فيه دلوقتي هو علشان عايز اساعد الناس اللي بتعدي بنفس الموقف ده، لان انا عديت بيه. فمتخيل الوجع اللي ممكن يحط على البني ادم اللي حاسس بيه. فعايز اساعده بقدر الامكان. لما انت في شخص عزيز عليك بيسيبك، ممكن يبقى خطيبك، خطيبتك، جوزك، مراتك، حد من العيلة قريب جدا. بس خلينا اكتر في موضوع العلاقات، لان يعني الوجع او الالم اللي بيجي مثلا لا قدر الله، يعني مثلا من وفاة حد من العيلة، اب، ام، اخ، اخت، الألم بتاع ده بيكون مختلف تماما عن الألم اللي بيجي من فقدان حبيب. فقدان الحبيب ده ألمه مختلف تماما. دلوقتي انت او انت تتعاملوا ازاي مع ألم فقدان الحبيب؟ لان بتكون المرحلة دي او البروسيس دي صعبة جدا. ولو انت ما عندكش اللي انا هتكلم فيه ده، هتفضل تعاني. الكلام ده انا هجايبه منين عشان تبقى عارف؟ انا بقرا في علم النفس شوية، وفي الدين، وفي نفس الوقت تجارب شخصية، فالتلاتة ميكس مع بعض طلعوا الحاجات دي. فانا بسمع برضو من ناس وكده، فبقتبس وبقارن ده بالحقيقة مع تجاربي الشخصية او مع تجربتي الشخصية. فبقدر اوصل لك الصورة اللي انا هوصلها لك. يعني مش كلام عشوائي او مش كلام في الهوا، لا، انت فعلا لو عملت ده فعلا مليون في المية هيحسن من وضعك جدا، من وضعك في اللي هو حتة ان انت عندك ألم ووجع من فقدان حبيب. الكلام ده للولد وللبنت الاتنين. اول حاجة لازم تبقى انت عارفها او انت عارفاها، انا هتكلم بصيغة الولد بس الكلام عن الاتنين، انه لازم اصلا من البدايات، من قبل دخول علاقة او حتى في العلاقة بس في اولها، يكون الشخص نفسه عامل لنفسه هيئة معينة. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك اي حاجة بتتبني، بيت، عربية، الحاجات دي ما بتتعملش من ورق يعني، او ما بتتعملش من حاجات سهل انها لما تتخبط او مثلا يجي لها شوية هواء يطيرها. بتبقى معمولة من معدن صلب عشان تستحمل. فانت كذلك، انت كبني ادم انت محتاج ان انت تبني معدنك، تجهز للمصيبة قبل ما تيجي. ده مش معناها انك تستحضر المصيبة، ان لا ده هيحصل كذا، لا. هو انت عارف ان الحياة كلها تعتبر مصايب، كلها ابتلاءات. فانت عايز تبقى محصن نفسك. فاول حاجة لازم تعملها تبني حصن لنفسك، علشان لما تجيلك الصدمة او تجيلك الخبطة، حتى لو هتأثر عليك مش هتأثر عليك تأثير جامد قوي يوقعك الأرض. العربية ممكن تتخبط فالوش بتاعها يروح او الجنب بتاعها، بس هي عربية ككل لسه واقفة مكانها. الجنب بتاعها او الوش بتاع اللي اتخبط ده بيروح عند الشخص الباري شوب اللي بيعمله، وبتتصلح وبترجع. وكل ما العربية بتكون اقوى في صلابتها، كل ما كان الامباكت او اثر الخبطة بتاعتها بيكون اقل. انت كذلك تبني حصن لنفسك يصد عنك اي صدمات ممكن تجيلك. طيب انا ابني نفسي ازاي اصلا؟ عن طريق كذا حاجة. اولا، ولما تسمع الكلام ده ما تقفلش الفيديو، ده حقيقة والله، والله والله حقيقة، بس انت يعني اقتنع بيه وطبقه عشان تشوف ان هو حقيقة. لازم تكون علاقتك مع ربنا كويسة. هتقول لي ايه العلاقة؟ هو كل حاجة في الدنيا خلي علاقتك مع ربنا كويسة؟ يا ابن الحلال ويا بنت الحلال، هو مين اللي ماسك الفتلة بتاعت الماريونيت من فوق؟ الماريونيت دي اللي هي العرايس اللي كانوا بيعملوها زمان بالفتلة. مين اللي ماسكها؟ اللي عامل اللي عامل العروسة واللي بيتكلم اصلا، يعني اللي متحكم فيها. طيب مين اللي ماسك بقى فتلة الماريونيت دي في حياتنا وفي الكوكب بتاعنا ده؟ ربنا. انت دلوقتي لما بتكون في شغل وعايز تترقى، بتعمل ايه؟ بتحاول تتسحلب وتتدحلب ومش عارف ايه، وتبقى قريب من المدير وتعمل له خدمات وتقوي علاقتك بيه، علشان انت عارف ان زمام الامور في ايده هو. طب انت عارف ان زمام الكوكب كله في ايد ربنا، يبقى ما تقويش علاقتي بيه. بس مع ربنا الموضوع على قد ما هو مصلحة ليك، بس مش بنفس النمط بتاع لما مع مديرك، لان مديرك حد انت مش مهتم بيه، يعني انت عايز مصلحتك وخلاص. انما ربنا انت عايز مصلحتك بس في نفس الوقت بتحب ربنا، في اختلاف. فبالتالي محتاج تقوي علاقتك بيه طبعا. يعني هو ده اللي ماسك الكوكب كله، هو اللي كل حاجة بإيده. يعني ايه ما بقاش مقوي علاقتي بيه؟
مش منطقي، حتى عقلانيا مش منطقي. طيب ابدا ازاي اقوي علاقتي بيه؟ اولا الاذكار اللي غايبه عن الناس. الاذكار دي فيها كنز كبير. اذكار الصباح والمساء دول فيهم كنز كبير. انت لو عودت لسانك ان هو يقولهم هتلاقي اختلاف في حياتك. هتلاقي ان مناعتك بتزيد، في دي المناعه الايمانيه بتزيد. زي ما كده في مناعه جسديه بتاكل لها اكل نظيف ودايت كويس وفيتامينز ومش عارف ايه، في مناعه ايمانيه دي بقى ليها علاقه بالروح. الروح دي قصه تانية خالص. فانت محتاج انك تقوي المناعه دي، المناعه الايمانيه. فبالتالي الاذكار بتاعت الصباح والمساء مهمه جدا. عود نفسك، ابدا باذكار الصباح، ومش لازم كلهم. واحده 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 واحده، لسانك يبدا يتعود. اول ما لسانك يتعود تزود تزود تزود، وبعد كده تتنقل على المساء وتزود وتزود. كل حاجه بتيجي بالتمرين وبالاراده. لو انت عندك الاتنين دول هتلاقي الحاجة بقت معاك سهلة، بسيطة، مش مزعجة، مش متعبة. وبعدين انا اصلا مش محتاج اقول لك ده ليه، علشان ربنا قاله لك. سورة الرعد ربنا قال ايه؟ والذين امنوا وتطمئن قلوبهم. قال لك خلاص اهو، يعني هو قال لك والذين امنوا، الناس اللي هم امنوا وتطمئن قلوبهم. طب ربنا بقى راح مزود لك بقى، يعني اللي هو ايه، انت شكلك كده ما سمعتش الآية دي كويس، انا هكمل لك عليها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتمية حتمية ما فيهاش كلام. والقلب ده ما هو ده اللي وجعك، ما هو ده اللي عامل لك أزمة. انت عايز تطمنه وعايز تريحه. طب هتريحه ازاي؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكر ربنا في حياتك. عندك آلاف الأذكار ممكن تقولها، وطبعا عندك في المميزين تختارهم تقولهم. طبعا ده علاوة على بقية الحاجات اللي انت المفروض تعملها، سواء الفرائض او الصلاة او النفل. الحاجات دي كلها، كل ده انت بتبني حصن. بتبني حصن من الصدمات، وبتبني حصن من الشيطان. كل ما بتزود حصنك انت زي ما انت عايز بقى. عايز حصنك قوي، عايزه ضعيف، عايزه مش موجود اصلا، دي حاجة ترجع لك. بس ما تجيش انت يبقى انت ما عندكش حصن كويس علشان انت ما بنيتوش، وتيجي تشتكي من الام واوجاع بسبب صدمات هتجيلك في حياتك. خليك مؤمن بفكرة الاكتفاء الذاتي بالله. وربنا قال لك كده، سورة الزمر ربنا قال لك ايه؟ ربنا مش بس ان هو قال لك، ربنا بيسألك أليس الله بكاف عبده؟ هو مش ربنا كفاية على العبد؟ ربنا هو اللي خلق البشر كلهم. البنت اللي سابتك، خطيبتك، مراتك، او اللي انت كنت لسه هتخطبها، الولد اللي سابك اللي كان خطيبك او اللي كان جوزك او اللي كان هيبقى، مش ده مخلوق من مخلوقات ربنا؟ هل ربنا خزائنه فاضية؟ يعني هل ربنا ما يعرفش يعوضك بده احسن منه مليون مرة واحسن منها مليون مرة؟ اكيد يعرف. فلما ربنا هو اللي ياخد الشخص ده مني، ما هو الشخص ما راحش لوحده، ربنا امر بده. ربنا امر بده ليه؟ علشان ربنا شايف حاجه احنا مش شايفينها، ولو كنا احنا شفناها كنا هنتوجع اكتر. فلا، نص الوجع ولا الوجع كله. خلاص، يبقى انا هسلم امري لله وخلاص. انت بقى زي ما جبت لي ده او زي ما جبت لي دي هتجيب لي غيرها او هتجيب لي غيره، وان شاء الله يكون المنفعه فيه او فيها. هتزعل اكيد، بس اللي بتكلم فيه بنبني حصن. قاعدين بنبني حصن. وازاي ان لما ده يحصل ما تتأثرش التأثير اللي يجيبك الأرض، اللي يوقف لك حياتك. تمام؟ أليس الله بكاف عبده؟ ربنا كفاية. ربنا هيعوضك. ربنا هيعوضك، بس لازم الحصن. ولازم ان انا ابقى مؤمن بالحاجة دي، ولازم ابقى مؤمن ان كل البشر دول مخلوقات ربنا. وربنا زي ما جاب لي ده وزي ما جاب لي دي هيجيب لي زيهم 10 مرات لحد ما يجي الشخص المناسب. وممكن يجي الشخص المناسب ونتجوز وفي الاخر ما يطلعش مناسب، وتبقى التجربة اتعلمت منها حاجة معينة، وحاول تاني وعافر تاني. وانا مقدر ان ممكن تيجي عليك لحظات عشان جت عليا. لا انا مش عايز تاني، خلاص كفاية كده عليا. بحط مجهود وبعمل 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 وبعمل، وجت جزاتي ايه؟ ان انا اترمي؟ عارف. ده السؤال اللي بتسأله لنفسك لما ما يكونش في حصن. طب لو في حصن مش هتسأله لنفسك اصلا، او لو فكرت تسأله لنفسك، نفسك هترد عليك بالكلام اللي انا بقوله ده. ركز معايا. طيب ايه الخطوة اللي بعد الحصن؟ انك تقطع اي اتصال ما بينك وما بين الشخص اللي سبب لك الألم ده، سواء اتصال شخصي او اتصال بانك تتابع اخبار الشخص.
لان الشخص هيكمل حياته، هيكمل حياته، هيرتبط وهيخطب وهيتجوز، وانت لو شفت ده هتتوجع زيادة لانك مش تبقى متخيل وجود الشخص ده مع حد تاني. طب وعلى ايه؟ انت اقطع من الاول وحارب الألم بتاع انك تقطع وانك ما تطمنش وتشوف، علشان ده هيبقى احسن لك كتير من ضعف الألم اللي ممكن يجيلك لما تبص وتلاقي الشخص ده مثلا ارتبط ولا عمل ولا اتجوز ولا بقى مع حد تاني، ولا انت شايفه مبسوط اكتر مع الحد التاني اكتر ما كان معاك، او مثلا لو بنت كانت محتشمه محجبه قلعت الحجاب ومش عارف ايه. كل بقى السيناريوهات اللي ممكن ايه تكون عدت على كل واحد، ايه كل واحد ليه ظروفه الخاصه وكل واحد ليه السيناريو الخاص بتاعه. فلا اتعامل مع الالم بتاع ان انا لا ما بصش، ما اعملش انبلوك، لا خلي البلوك موجود، خليه موجود. اتعامل مع 50% من الالم احسن ما اتعامل مع 100% من الالم. ما انا اصلا بعاني من ال 50%، ما بقاش بقى اعاني بال 100%. احنا بنحاول نهون على نفسنا. ايه الحاجة الأخيرة اللي انت هتعملها كنوع من التحصين او كحاجة تساعدك في ألام في انك تتخطى الألم بتاع غياب الحبيب؟ ودي حاجة يعني حاجة مصطفى حسني قالها، اكيد كلكم تعرفوا مين مصطفى حسني. قال لك إعادة تأطير العلاقة او إعادة تقييم العلاقة. حتى هو قال لك اعيد، يعني اعيد تقييم العلاقه اللي هي خلصت خلاص. ليه؟ كلامه مقنع جدا. خلي بالك برضو مصطفى حسني دارس علم نفس، فكلامه برضو موثق 100%، وبرضو زي ما قلت تيجي تقارنه بالحقيقه او بالواقع هو الموضوع يعني. قال لك علشان المخ بطبعه، طبيعته اللي ربنا خلقه بيها، ان هو بيحب يطرد الافكار السلبيه اللي جواه. ليه؟ الجسم عامه كله على بعضه مش المخ بس، دايما بيحاول ان هو يتخلص من اي عبء واحمال عليه. حتى مثلا لما تيجي للجيم، اللي بيلعب جيم فتره يبني عضلات، لما بيجي يوقف بتلاقي عضلاته خست. ليه؟ لان ده وزن زياده الجسم مش محتاجه، ربنا مش خالق الجسم بالعضلات دي. فالجسم ده شايف ان هو وزن زياده، مش شرط يكون وزن ان هو فات ودهون، العضلات برضو ما هي وزن. فبيشوف ان الوزن ده زياده فبيتخلص منه. ترجع انت مثلا تقوم جاي متمرن وحطه تحت ضغط عشان يكبر بالعافيه، فبيكبر، فتوقف فيصغر. المخ نفس الكلام، علشان المخ ما يتحملش اعباء ذهنيه تتعبه، لان هو المخ شغال 24 ساعه، هو بيحاول يطرد اي افكار سلبيه. طب حلو، ده جميل قوي. انا بقى عايز احول العلاقه دي لافكار سلبيه. ايه ده؟ حتى لو كانت العلاقه كويسه، حتى لو كانت البنت كويسه، ما انت مش هتشوه صورتها، انت بس هتعيد تقييم العلاقه في ان لا، العلاقه دي انا ما كنتش مرتاح فيها، ده كان بيحصل فيها واحد اتنين تلاته وانا كنت متغاضى عنه، ده كان بيحصل كذا 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 وانا كنت بسكت وبعديله، ده كان مش عارف بيعمل ايه وانا كنت بسكت له، ده هي كانت بتعمل كذا وليها حركات معينه وانا كنت عشان ما ازعلهاش مش عارف. بتقعد تقيم العلاقه، ما تفتكرش الحلو، تشوف اللي انت ما كنتش مرتاح فيه واللي كنت بتعديه وكل الكلام ده، بس علشان تحول العلاقة دي لحاجة سلبية، المخ يستوعب سلبيتها يطردها من مخك خالص. ده بس المغزى، مش ان انت بتشوه صورة البنت او انت بتشوهي صورة الولد، عشان كان ممكن يكون ان ما كانش في حد فيكو وحش او ما حدش فيكو كان غلطان، هو نصيب. ولكن علشان انا اساعد نفسي اتخطى ألم الموضوع، لازم احول العلاقة كلها اقطرها، احطها في برواز كده سلبية، ومخك يقتنع انها سلبية فمخك يطردها بعد كده، فتتخطى الألم بتاع فراق الحبيب. ودي الطرق اللي فعلا فعلا لو اتبعتها، بداية من الحصن لحد إعادة تقييم أو تقطير العلاقة اللي انت عديت بيها أو اللي انت عديتي بيها، صدقني هترتاح جدا. ولو ما تخلصتش من ألم الفراق في ساعتها، فهيبقى فاضل لك حبه بسيطه جدا وتتخلص منه، لانك هتبقى تخطيت نص المشوار. ده اللي انا كنت عايز اكلمكم فيه. حبيت اشارككم الافكار دي وحبيت اشارككم المعلومات دي، لانها حاجه مهمه في الحياه، بعيدا عن ان انا عديت بموقف زي كده، بس في نفس الوقت انا هدفي في القناه اساعد الناس، اساعد الناس بخبراتي اللي انا اتعلمتها واللي انا شفته في حياتي،
والحاجات اللي انا اتعلمتها كمادة علمية، سواء من ناحية دينية او من ناحية ثقافية او من ناحية عملية. فعشان كده مش عايز قناتي تبقى محدودة بس في كونتنت او محتوى معين، عايز لما اطلع اشارك افكاري، فاهم؟ واوعدكم ان اي حاجه بشاركها بتكون موثقه وكلام فعلا حقيقي، مش بطلع بهري باي كلام، مش اللي هو بيطلع في مخي بطلع اقوله. حتى مثلا لو انا اديت معلومات معينه خارجه عن تجاربي الشخصيه، زي مثلا الفيديو ده كده، بس الفيديو ده كان ميكس ما بين الاثنين يعني، خش دور ورايا في علم النفس مثلا او في ايا كان المجال اللي انا اتكلمت فيه في الفيديو، عشان تتاكد من مصداقيه اللي انا بقدمه. اوعدك ان انا اللي بقدمه كله موثق، مفيش اي عبث، مفيش اي كلام بيطلع وخلاص، مفيش اي معلومه هتطلع لك الا وانا بكون متاكد منها مليون في الميه. ولو حصل، عشان انا طبعا بني ادم ممكن اغلط، لو حصل وغلطت وعرفت ان انا كنت غلطان هطلع واصلح غلطي، انا مش منافق وما عنديش اي مشكله بان انا اطلع واقول انا كنت غلطان في الحاجه الفلانيه. ده فيوتشر ريفرنس، بتكلم على قدام. الموضوع ده اصلا ما فيهوش يعني، فاهم؟ ما فيهوش جدال، كده كده اللي انا اتكلمت فيه ده امر محسوم. كل اللي انا قلته ده والله بحلف بالله. جرب وجربي تعملوا الكلام ده، وهت شاء الله ان شاء الله هتتخلصوا من الم فراق الحبيب. حتى لو ما تخلصتش منه كامله، هتبقى خطوه كبيره قوي في انك هيبقى فاضل لك حبه صغيرين وتتخلص منه نهائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب، اعمل سبسكرايب للقناه بليز علشان نكبر القناه ونحاول نفيد الناس على قد ما نقدر في كل حاجه بنقدمها. واشوفك في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.